كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. ربنا يجعلها شهر مفترج علينا، وربنا يتقبل مننا في أي دعوات بحق جاه النبي يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل بقى معاكم الفول بتاع السحور. أنا دلوقتي جايبة الفول، تمام، غسلته غسلة كويسة قوي ونقعته من امبارح. لازم يتنقع على الأقل حتى 12 ساعة، تمام، لحد ما هيبقى عامل معاكي كده عشان ينزل كل الفولة. السواد بتاع الفول ينزل كله في المية، وعشان يستوي معاكي كويس ما ياخدش سوا كتير. تمام، انا نقعته من امبارح بالليل، غسلته بقى كويس وصفيت المية. جبت هنا 3 جزرات كبار، فرمتهم زي ما انتوا شايفين. عندي هنا مرقة خضروات، فول مدشوش انا غسلاه. هنا طبعا عندي بصلايه، واحدة طماطم مقطعة، فلفل رومي، فلفل حامي. هقولكوا بقى هنعمل ايه. انا دلوقتي حطيت الفول بتاعي، لو ما عندكيش قدرة ممكن تعمليه في حل عادي. حطيت الفول دلوقتي، هبتدي ان انا احط الجزر والفول مدشوش. انا حطيت دلوقتي المرقة لو عندك مرقة فورية خضروات تحطيها، ما عندكيش اهرسي المرقة كده وحطيها. وحطيت دلوقتي الجزر، هبتدي احط بقى البصل والطماطم والفلفل. انا حطيت دلوقتي الخضار بتاعي اللي هو الثوم، معلقة ثوم صغيرة، بصل، الفلفل الرومي، فلفل حامي، الطماطم، حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر. هبتدي بقى احط المية السخنة، واوعي تحطي مية ساقعة، لازم تكوني غالية مية. انا دلوقتي حطيت المية السخنة وقلبته كويس قوي. طبعا وانت بتقلبي بتحسي ان في ريحة طالعة من الفول، ريحة حلوة قوي من الحاجات اللي انت حطاها. ده بيدي نكهات وطعم حلو قوي للفول. دلوقتي انا عليت عليها النار، واول ما يبتدي يغلي معايا وهتلاقي ريم ابيض فوق الوش، هتشيليه بالمعلقة، وهتبتدي ان انت تحطي الشياطة وتحطي القدرة بتاعتك او الحلة بتاعتك تحت الشياطة. وطول الوقت، طول ما انت ما تنسيش طبعا الفول، طول ما انت واقفة قلبي في الفول. ولو لقيتي فيه حاجة المية بتنقص، زودي مية سخنة، ما تزوديش مية ساقعة. مية سخنة دي اهم حاجة. ده السحور بتاعنا النهاردة، سحور رمضان، اول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، وشهر مفترج علينا كلنا. واستنوني في حاجات حلوة كتير جدا في رمضان، تابعوني.